طيب الجزء التاني اللي معانا برضو هنحتاج نشرحه. ايه هو؟ ازاي احدد الاليمنت بتاعي موجود فين في البريودك تيبل. يبقى determination المكان او البوزيشن في البريودك تيبل لاي element. طيب بناء على ايه؟ بناء لو اداني الاتوميك نمبر بتاعه. تاني انا عايزه احدد الاليمنت اللي هيدهوني موجود فين في البريودك تيبل. هو مديني ايه؟ مديني الاتوميك نمبر بتاعه بس. طيب تعالوا نشرحها ولا ناخد اكزامبل ونشرح عليه؟ ناخد اكزامبل ونشرح عليه. مثال كلور Cl 17. تمام. وتعالوا كمان ناخد تحت بوتاسيوم 19. طيب عايزين نعرف دول فين. لما جه قال لي انا عندي 2، قول لي بقى هم موجودين فين. قول لي هتعرف منين؟ سهل جدا. ايه ده سهل؟ سهل. ازاي؟ تعالوا نكونفيجر الايه الالكترونات بتاعته. الكلور 2 8 7. تمام. 2 8 7. طيب 2 8 7. فاكرين السيشن اللي فاتت اما قلنا الجروب والبيريود، الجروب كان فيها ايه والبيريود كان فيها ايه؟ صح؟ طيب هنا واحدة واحدة، عندي كام انرجي ليفل؟ بيملى الالكترونات كام انرجي ليفل؟ 1 2 3. يبقى 3 انرجي ليفل، صح كده؟ طيب هو لما كان 3 انرجي ليفل كان ده انديكيت لايه؟ ده هو في انهي بيريود؟ في بيريود رقم ايه؟ بيريود رقم 3، صح؟ 3. طيب ايه كمان؟ كان عندي كام configuration الكترون؟ كام الكترون في اخر مدار طاقة في last energy؟ 7، صح؟ وده كان indicate لمين؟ الجروب نمبر ولا لأ؟ يبقى جروب يبقى 7 الكترون في last energy level، صح؟ يبقى منه هو في جروب 7A. سهلة ولا لأ؟ شفتوا عرفتوا ازاي؟ سهلة. طيب تعالوا ناخد حاجة تانية. بوتاسيوم. اوكي يلا مين هيحل معايا؟ يلا نكونفيجر كام وكام وكام؟ 2 8 9. مش حاجة اسمها 9. 8 1، صح كده؟ طيب بسرعة كده، كام انرجي ليفل؟ 4 انرجي ليفل، صح؟ يبقى هو في جروب في بيريود رقم كام؟ 4. في بيريود رقم 4. طيب في كام الكترون في اوتر في اخر ليفل؟ 1 بس. يبقى 1 الكترون في اللاست انرجي ليفل، صح كده؟ طيب يبقى 1 لاست انرجي ليفل، يبقى معنى كده ان هو في جروب ايه؟ 1A جروب. فهمتوا حاجة؟ تاني يبقى اما نيجي نقول فين مكان العنصر ده في البريودك تيبل، ديبند ان هو مديني الاتوميك نمبر بتاعه. هعرف منين؟ هعمل كونفيجريشن. اول ما اشوف عدد مدارات الطاقة او عدد الانرجي ليفل، منهم العدد هو الايه؟ مكانهم فين في انهي دورة. طيب بعد كده هشوف اخر ليفل في كام الكترون، وده هيبقى ايه؟ الجروب نمبر. تمام كده؟ تمام كده. طيب هل ده بينطبق على كل العناصر؟ تعالوا نشوف. طيب عرفنا الكلور والبوتاسيوم. طيب تعالوا ناخد عناصر تانية. ايه العناصر التانية؟ وليكن الهيليوم، هو 2 اساسا.
والنيون 10. تمام. طب يلا بينا، يلا بينا. هيليوم كونفيجر كام؟ هو 2 اصلا. طيب يبقى دول في انهي بيريود؟ ايه ده؟ هو 2. طيب ما هو 2، هو عنده كام ليفل؟ هو انا ماليش دعوه بالاتنين. هنا انا عندي كام ليفل؟ هو ليفل 1، يبقى هو في ال1 بي، صح؟ لان هو عنده ليفل 1. طيب هو فين؟ هو عنده 2. هتقول لي 2 ايه؟ طب اسكت بقى على كده. تمام. طيب الهيليوم اساسا من inert gases، صح؟ طيب الهيليوم هو عنصر من عناصر الانرت غازز، بس هو كومبليت برضو باتنين. يعني هو مدار واحد ومليان، لان المدار الاولاني بيشيل 2 فما بيشيلش 8. بس هو في 1 بي، صح؟ بس في الانرت غازز اللي هي في الزيرو، في الانرت. تمام. الانرت غاز، يبقى الهيليوم بينطبق عليه ال1 بي، بس هو في الانرت غاز، وده لازم ايه نعرفه. طيب النيون كام؟ 2 8. طيب في انهي دورة؟ 2 بي. طب في انهي 2 بي، صح؟ المفروض دول 2، صح كده؟ طيب في انهي جروب؟ مش فاكرين الجروب ان احنا قلنا عدد الالكترونات اللي في الاخر يعني في 8؟ تمام. هو هنا عدد الالكترونات 8، هو مقفول اصلا، هو مش جروب 0، هو في جروب 8. 8 جروب الثامن اللي هو الانرت غاز برضه. فهمتوا حاجة؟ يبقى الانرت غازز دي بيبقى الكونفيجريشن بتاعها النهاية اللي هو المدار الأخير مليان، بس دي معروفة انها هنا inert gases، والinert gases بنبقى بنحاول نحفظهم. تمام. تمام. طيب في حاجة تانية؟ في حاجة تانية. سوري. معلش، حادثة بسيطة، الموبايل وقع. طيب ايه كمان؟ تعالوا ناخد بعض العناصر ونعمل لها configuration. تمام. طيب الهيدروجين مثلا، هيدروجين 1. هيدروجين ماله؟ هو فيه كام الكترون؟ 1. number of occupied energy level، كام ليفل هنا؟ يبقى كام ليفل طاقة؟ 1. طيب هو period رقم كام؟ period رقم 1. number of electron in the last energy level، هو فيه كام الكترون في الآخر؟ 1. يبقى number of electron في last energy 1، صح؟ طيب جروب نمبر 1A. البلوك بما انه في 1A يبقى فين؟ في الاس بلوك، صح؟ طب لوس ستراكشر بتاعته هيدروجين 1. طب ده مونوفيلنت دايفيلنت؟ مونو فيلنت. تمام. تمام. طيب الصوديوم مثلا 11. 2 8 1، صح كده؟ طيب 2 8 1 في كام ليفل؟ 3 ليفل، صح؟ يبقى هو في جروب كام؟ في بيريود كام؟ في بيريود رقم 3. طيب في كام الكترون في اللاست انرجي ليفل؟ نمبر اوف الكترون في اللاست انرجي 1. يبقى هو في جروب كام؟ في جروب 1A. 1A ده ريليتد لمين؟ للاس بلوك. طيب اللوس ستراكشر بتاعه كام؟ هو اخره 1، يبقى ان ايه نقطة واحدة. طب ده مونوفيلنت دايفيلنت؟ مونو فيلنت. ولو انتوا مركزين شوية هتعرفوا ان 1A 1A
واحنا قلنا من 1A ل 4A ايه اللي بيحصل؟ هو الرقم هو الفالنس بتاعته، مونو تراي داي وهكذا. تمام تمام، فهمتوا كده؟ طيب تعالوا ناخد تاني أمثلة عشان الدنيا تثبت معانا. طيب ايه تاني؟ مغنيسيوم Mg12، أكسجين 8، أرجون 18. تمام. طيب عندي ألومنيوم، دول هتلاقيها في الكتاب احنا اللي المفروض نحلها، والنيون 10. تمام. طيب اوكي، طب تعالوا نحل مع بعض دول. مغنيسيوم 12 يبقى كام 2 8 2 صح، 2 8 2. كام انرجي ليفل؟ 3 انرجي ليفل صح. طيب يبقى هو في جروب في بيريود كام؟ بيريود 3. كام الكترون في اخر مدار طاقة؟ 2. يعني هو هنا كام في اني جروب؟ 2A. 2A بلوك رقم ايه او بلوك ايه؟ اس بلوك صح. طيب تعالوا نعمل اللوش Mg12 اللي هي اخره 2، يبقى Mg نقطتين سنجل صح، امبيرد. يبقى ده ايه؟ تراي سوري داي فالنت صح، ده ثنائي داي فالنت. عرفت منين واتأكدت؟ لان هو في جروب 2A. فهمتوا حاجة؟ طيب اللي بعده اكسجين، مين هيحل معايا؟ اكسجين 2 6. طب 2 6 يبقى ده كام انرجي ليفل؟ 2 انرجي ليفل، يبقى ده في بيريود كام؟ 2P صح. طيب بعد كده في كام واحد في المدار الاخير؟ كام الكترون؟ 6، يبقى ده فين؟ 6A. تيجوا نحل بالتمانية ناقص ده ايه؟ داي فالنت. فاكرين انتوا دي من بعد من 1A ل4 ومن 4 ل8 بعمل 8 ناقص الايه؟ ناقص الجروب نمبر. طب تعالوا نتأكد ان هو ثنائي. ادي الاكسجين. تعالوا نكونفيجر 6، 1 2 3 4 5 6، يبقى ناقص كام واحد؟ سنجل او امبيرت 2. تمام. حاولوا تتعاملوا مع الساينس السنة دي كأنه لعبة. حاولوا ما تاخدوهوش ان انتوا صعب او كده، واحدة واحدة احنا هنفهمه. تمام تمام. طيب ايه بعد كده؟ احنا خلصنا الام جي، خلصنا الاكسجين. تعالوا الارجون. طب الارجون 18 صح. طيب تعالوا للارجون. مين هيحل معايا في الكشكول بتاعه؟ 2 ارجون، احنا في الارجون 2 8 8. مبدئيا الارجون انرت غاز، ولازم تبقى انت ابتديت تعرف اسمه، تعرف الرمز، واحده واحده هتبتدي تعرفه. فانرت غاز ماشي. كام ليفل؟ 3 ليفل، يبقى 3 بي، يبقى في بيريود رقم 3 صح صح. طيب في كام الكترون في اخر مدار طاقه؟ 8. لو انا عملت كونفيجر 8 ناقص 8، هو ده انرت غاز، فهو موجود في ايه؟ في جروب كام؟ في جروب 0، لان ده انرت غاز جروب 0 صح كده. طب 8 ناقص 8 بزيرو اصلا، فهو مونوفالنت داي فالنت، هو 0 اصلا. طب تعالوا نفتكر الارجون كان في الاس بلوك ولا بي بلوك ولا دي ولا الاف؟ البي بلوك. تمام تمام. طيب اللي بعده الاتنين اللي المفروض انت تحلهم في المعاصر، اللي هو test your understanding او evaluate your understanding. النيون احنا خلصنا ده كمان. الالومنيوم كام؟ 13، يعني 2 8 3. بنتكلم على الالومنيوم 13 2 8 3. كام ليفل طاقة؟ number of level 3، يبقى البيريود كام؟ 3 بي، بيريود رقم 3. طيب في هنا كام؟ في هنا 3، يبقى الجروب كام؟ 3A صح كده، ده الجروب نمبر. طب هو مونوفالنت دايفالنت؟ تعالوا نعمل اللويس ستراكشر. الومنيوم 1 2 3، يبقى هو تراي فالنت. وعرفت كمان ان هم تراي فالنت منين؟ من ال3A، لان هو من جروب من 1 لايه؟
الأربعة. تمام. تمام. طيب هو ده كان فين بقى؟ التلاتة ايه ده؟ اس بلوك ولا بي بلوك ولا فين؟ البي بلوك، برافو عليكم، لان البي بلوك بيبتدي من 3 ايه لغاية الزيرو، اللي هو 7 ايه وبعد كده الزيرو. طيب اخر حاجة النيون، 10 2 8. ها تفتكروا النيون بنسمعه فين؟ انرتغاز. هو في بيريود رقم 2، يبقى 2 بيريود، بيريود رقم 2، لكن هو في الانرتغاز اللي هي جروب 0. تمام. داي فيلنت مونو فيلنت زيرو فيلنت، لان ده اساسا غاز خامل اصلا، فده ستيبل اساسا. تمام. فده ما بيبقاش فيه اي حاجه unpaired. فهمتوا حاجه كده؟ اتمنى انكم تكونوا فهمتوا يا شباب الجزء ده. طيب في بقى questions هنحلها. تمام. وبعد ما نحل الكويستشن دي هنقفل الفيديو على الجزئيه دي، وناخد فيديو تاني في الجزئيه اللي جايه. الجزئيه اللي تانية العكس بقى، يعني الجزئيه اللي جايه هيقول لك العكس. هنا كان بيديك الاتوميك نمبر وقول لي انت البيريود فين والجروب ايه. لا العكس هيديك هو المكان بقى، وانت توصفه، توصف انت العنصر. فاهم؟ انا اديتك المكان، وصف لي انت العنصر. طيب هو بيقول لك in the two opposite figure، طبعا ده موجود في الكتاب. ماشي. x و y. طيب بالراحه كده، تعالى بس عشان نحل دول محتاجين ايه يبقى البورد فاضيه. طيب هو اكس اهو، ادي دايره 2 1 2 3 دي اكس. تمام. واي 1 2 3 4 1 2 3 4. محدش يتريق على الدوائر بتاعتي ها. دوائر على قدها شويه. اللي مش حلوه دي بصراحه. يلا واي 1 2 3 4. دي احسن صح؟ طيب قال لك واي كان فيه كام عنصر؟ كان فيه كام الكترون؟ 1 2 واكيد 2 4 6 8. المهم في الاخر فيه كام؟ في 2 4 5 6. طيب الواي هنا 2، هنا 2 4 6 8. بعد كده زيهم 2 4 6 8. وبعد كده في الاخر 1 و 2. تمام كده. دول الاتنين configure elements اللي عندي. عايز ايه منهم؟ عايز يا عم تقولي اللوكيشن بتاعهم، location in periodic table، والبلوك اللي هم جايين منه، ولويس ستراكشر لكل واحد، والفالنس بتاعته. بس كده؟ بس كده. طيب تعالوا نشوف عنصرين معرفهمش. يلا بينا يلا بينا، بسم الله. دول كام ليفل؟ 3. يعني هو موجود في انهي بيريود؟ 3 بي. اللي بعده واي كام ليفل؟ 4. يبقى هو موجود في انهي بيريود؟ تمام. اللي بعده كنا بنعرف ايه تاني؟ دول في كام الكترون بره اوتر؟ كام واحد؟ 1 2 3 4 5 6. 6. في كام الكترون؟ 6 الكترونات في الاوتر ايه؟ في الاوتر ليفل. يبقى هو في جروب ايه؟ 6 ايه. صح. هنا 1 2 2 بس اللي بره، يبقى دول يبقى ده في 2 الكترون في النهايه في اخر ليفل. يبقى ده في انهي جروب؟ 2 ايه. حلينا اول حته من السؤال صح كده. طيب ايه كمان؟ هو قال لي عايز بلوك. هو ال6 ايه كان بلوك مين؟ بي بلوك صح. ال2 ايه كان بلوك مين؟ اس بلوك. تمام. ايه كمان؟ كان عايز لويس ستراكشر صح.
لويس ستراكشر احنا بنكتب الرمز اكس، بنكتب الرمز واي، بعد كده بنشوف الاوتر الكترون. هنا كان كام؟ احنا قلنا كان في 6. تعالوا نكونفيجر 1 2 3 4 5 6. ادي اللويس ستراكشر. في كام unpaired الكترون؟ 2. يبقى الفالنس بتاعته اسمها ايه؟ داي فالنت، صح كده؟ طب الواي كان فيه اوريدي 2 بس سنجل، يبقى داي فالنت هو كمان. صعبة؟ فيها مشكلة؟ لا، خلصناها. تمام. طيب ايه تاني؟ ايه تاني؟ classify the following. ماشي، هديك شوية عناصر وبعد كده تقول المكان بتاعها. تمام. طيب خلصنا كده، احنا كده خلصنا الجزء ده. هناخد الجزء الجاي حاجة تانية، هيديني هو الاليمنت مكانه فين ويقول لي مين الاليمنت ده.